ممكن تعرفه متعود على التنقل مع المنتخب الجزائري، كيف رأيت هذه المقابلة لقيت هذه الهزيمة اليوم؟ السلام عليكم، تحية خاصة للأخ الأخضر بريش. نقول لك صراحة أنا محبط. الأمور اللي شفناها في العام الفارط لقيناها هي اختيار لاعبين مش محله، اختيار مدرب دفاع مهلهل، مدرب هو بكى من اجل القدوم الى الجزائر. سمعنا غادي نجيبوا مدرب عالمي، مدرب هذا من بعد جابونا مدرب محتل المرتبه الاخيره في بلجيكا. مع الاسف نقول هذه الكلمه يحترموني المشاهدين العرب، مدرب بهلواني، دفاع مهلهل. والمشكل اخي المشكل كبير، مشكل المسؤولين دلعوا هذا الفريق، طلعوا له قيمته وهو قيمته عاديه. تحيه الى نيجيريا 1 2 3 فيفا لاجيري. هذا احد مواقف اراء الانصار هنا الذين تنقلوا الى مدينه اويو. زميلي الاخضر، عوده لك ولزملائك الكرام. شكرا حسين. إذا طبعا الجماهير الجزائرية كانت تنتظر تغيير، والمدرب كان يقول دائما بأن لديه دين مع الجزائريين، أن غادر 2003 وعنده دين أنه يعود إلينا لكي يقدم لنا خدمة. قيل لنا أيضا في الجزائر بأن كان في محله تغييره كان صائب، لانه كان لازم علينا لاعب امام الدفاع ولا لاعب في الارتكاز يرجع يقوم باسترجاع التغييرات. انا بالنسبه لي التغيير الاول كان في محله، ولكن حتى التغيير الثالث كان في محله ولكن جاء متاخر. كان فيه بعض كنا نتمنى احسن من هذا، خاصه عندما تدخل في غولي كظهير ايمن، يعني ما تجيبش بالزياده والاضافه، ما تعطيش اضافه. ارتجال من المدرب جورج ليكنس. اذا في هذه المباراه نعود مره اخرى، هؤلاء اللاعبون قالوا لنا بان نحن سنذهب الى نيجيريا ونعود بالنتيجه، حتى طالبوا باقاله المدرب الاول وانهم سيضمنون الفوز في نيجيريا. هؤلاء الذين قالوا نحن افضل جيل. اذا اليوم لم نشاهد النجوم الكبار الذين عاده اعتبرناهم ركائز في المنتخب. صحيح، يعني الاقوال شيء والفعل شيء اخر. فالأقوال جميل سمعناها وكنا يعني متحمسين لمشاهدة الفريق أنه يباري الفريق النيجيري، ولما لا العودة بنتيجة إيجابية، إلا أن الأفعال لم تكن كذلك، ففيها أخطاء كثيرة خاصة منها الفردية، وشفنا أخطاء هذه الفردية كانت قاتلة بالنسبة للمنتخب. لولا هذه الأخطاء الفردية أعتقد المنتخب الجزائري مع المردود الذي شاهدناه في الشوط الثاني كان بإمكانه حتى الفوز في نيجيريا، لكن أمام هذه الأخطاء كلها من الصعب جدا الوصول إلى بناء الهجمه للفريق الجزائري. لما كنت لاعب ارتكاز وكنت من بين اللاعبين الشرسين في الوسط حتى مع اللاعبين الكبار مع الاخضر بلومي ومجموعه الثمانينات، اذا هل هذا هو لاعب الارتكاز الذي نحتاجه في الوسط مع المنتخب الجزائري؟ هل مجاني هو اللاعب المفضل في كل هذه المجموعه الموجوده؟ أنا حسب رأيي لا، لأن اللاعب الارتكاز لازم يكون في موجود في خصائص اللاعب الارتكاز أنه تكون عنده قدرة كبيرة في استرجاع الكرة، وكذلك القدرة الكبيرة في صناعة اللعب، بداية الهجمة، وكذلك في الالتحامات الهوائية والأرضية. هذه هي خصائص اللاعب بالمناسبة هناك وقديورة عنده هذه الخصائص، لكن الاختيار مغضوب عليه. لكن الاختيار من قام بالاختيار، فهنا نقطة الاستفهام. هل المدرب؟ هل الطاقم الفني المساعد؟ هل الإدارة ككل في الاتحاد؟ هذا ما لا نعلمه، لكن في الأخير أعتقد لو لعب قديورة وتبقى افتراضات على كل حال، أنا كنت أعتقد أنه كان الفريق يكون أفضل في الجانب على الأقل الدفاعي. وقديورة لديه ميزة أخرى أنه لاعب يسدد من بعيد، فكنا في إمكانية أن نستغل هذه القدرات للجانب الهجومي. نعم. والفرق كان واضح بأن منتخب نيجيريا أشرك كل اللاعبين الذين ينشطون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما نحن لا عبيد ولا قديورة ولا كثير من اللاعبين أيضا كانوا على كرسي الاحتياط. مهما يكون، إذا المنتخب لعب مباراة جميلة لكنه لم يتمكن بالعودة بالنقاط، على الأقل نقطة كانت ستبقي آماله قائمة، وكانت الآمال زالت قائمة خاصة بعد تعادل الكاميرون وزامبيا بهدف لهدف وهزيمة الجزائر ب3 أهداف
مقابل هدف واحد. نيجيريا إذا تتصدر ب6 نقاط، والكاميرون بنقطتين، زامبيا بنقطة مع الجزائر، في انتظار طبعا الأشهر الكثيرة المتبقية حوالي 9 أشهر لبناء منتخب أقوى من هذا، خاصة في منظومته الدفاعية. وأيضا أن نفكر مرة أخرى في لعب مباريات ودية لكي نحسن من أداء وأسلوب المنتخب الجزائري. كابتن رفيق صيفي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا رغد. ابتسم يا أخي، ليست نهاية العالم. أيام القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن ناصر مقيدس، شكرا جزيلا لك كابتن. شكرا أخ أخطر. من جديد، إذا منتخب نيجيريا يفوز في مباراتين. ورفيق صيفي، بداية القراءة بالنسبة للمدرب، هذا هو جورج ليكنس، المدرب الذي غاب طويلا عن الجزائر 13 سنة، يعود مرة أخرى، لكن يبدو فنيا كان فقيرا. لم يغير أولا حتى الدقيقة 71 في 20 دقيقة الأخيرة، غير 3 لاعبين، ولم نسمع ابدا بان فغولي لاعب مدافع ايمن حتى في فالنسيا حتى في ويست هام، لكن التغييرات كانت عشوائيه ومتاخره جدا. ما تعليقكما؟ والله أؤكد كلامك الأخضر بالنسبة للتغييرات. فبالنسبة لعبيد دخوله في مكان مجاني كان منطقي، لكن أعتقد أنه كان متأخرا نوعا ما لسمح له بإعطاء الإضافة للفريق. أما تغيير فغولي مع زيتي فلم أفهم ذلك، لأن احنا في حاجة لماسة قدم مباراة بالتأكيد، فممكن وإعطاء إشراك لاعبين متين، حتى دخول بونجاح اللي هو كنا دقيقتين قبل نهاية المباراة، دقيقتين ما عسى يفعل الفريق. فأعتقد أن لمسة المدرب من ناحية التغييرات لم تكن متواجدة في هذه المباراة. بصراحة التغييرات كانت ليس في محلها، ليست في محلها. وايضا التشكيل ايضا، يعني لا احد كان يتوقع ربما بانه سيدخل يعني لاعب في هذا المستوى، في مستوى فغولي قبل نهايه المباراه ب10 دقائق. وش نقول لك الغدر؟ صحيح مصدوم، انت مصدوم. لا الحقيقه كنت نتمنى نتيجه اخرى، حتى ولو 3. الهدف الثالث جاء من صح، جاء في الدقائق الاخيره، ولكن التغيير صحيح. التغيير الاول فغولي وتلعب على الجهه اليسرى باللاعب ابراهيمي، غلام على الجهه اليسرى وفي غولي على الجهه اليمنى. هنا تقدر في هذه المباراه تقدر في غولي تلعب اكثر هجومي، يعني ما تخليه وتلعب واحد في وسط الميدان وتلعب ورقه الهجوم، لانه باقي لك تقريبا ربع ساعه. عندما دخل في غولي دخل في دقيقه 80، يعني تدخل باقي 10 دقائق، نقولوا 15 دقيقه بالوقت الاضافي. يعني فهذه النقطه، يعني هذه نقطه مهمه. عندما تدخل في غولي انا عجبني دخول بونجاح، ما غيرت ولا شيء. احسن شيء دخول بونجاح، احسن شيء، بس دخلوا في دقيقتين، دقيقتين ممكن صح. دخلوا وين تقوم، يعني ربع ساعه الاخيره باضافه مهاجم ثاني لتعطي الوزن الهجومي. يعني حتى في تراجع المنتخب النيجيري للوراء 2-1 تعمل ضغط، العب لاعبين مهاجمين كراس حربه والعب على الاطراف، يعني التوزيعات على الاطراف. هنا لازم لك دعم على الاطراف باش تلقى الحلول في 18 متر، ولكن هنا ما شفناش تغييرات. يعني الشوط الثاني صحيح ضغطنا، الشوط الثاني كانت فيه فرص، شفنا تحركات طيدار، شفنا المنتخب يعاني شفنا محرز. كابتن عفوا، منتخب يعاني بهدفين مقابل لا شيء، تنتظر دقيقه 70؟ لا تنتظر نقولوا حتى في الهدف بن طالب، بعد هدف بن طالب هنا وين تقوم تعطي دفع اكثر هجومي، تعطي دفع، تعطي مهاجم ثاني، واوراقك الهجوميه لازم تستعملها في 20 دقيقه ولا ربع ساعه الاخير، لان قراءتك المباراه كانت سهله، خاصه في الشوط الثاني كنا نهاجم، كنا نسيطر، كنا نضغط. وش اللي كان لازمك في الشوط الثاني خاصه في ربع ساعه؟ كان لازمك هدف ثاني باش تغير. يعني لو سجلنا هدف ثاني يعني حتى في 20 دقيقه الاخيره كانت تكون النتيجه متغيره. صحيح الهدف الثالث جاء في وقت كنا نضغط، لم يكن فيه توازن دفاعي، كنا نهاجموا. يعني هنا وين تشوف يعني فغولي مدافع ايمن نقدروا خسرنا الحق، خسرنا حتى ولو كنا قادرين نجلب اقل شيء كنا نتعادل، اقل شيء نعمل تعادل في هذه المباراه. نعم. بالنسبه للاعبين لم يقصروا، قدموا مجهود كبير، نعرف الظروف التي لعبوا فيها، الاجواء، الرطوبه والحراره، وخصوصا ربما لم نشير الى هذا، لكن يجب ان نعطيهم حقهم. ارضيه الملعب ليست مناسبه اطلاقا لهؤلاء اللاعبين، وبذلك تاثروا كثيرا، لكن المدرب لم يوظف. اسمح لي الاخضر، ارضيه الملعب الشوط الثاني لعبنا بوجه، الشوط الثاني سيطرنا على المباراه، كانت عندنا فرص كنا قادرين حتى نفوز الشوط الثاني.
فيش انا سبب ارضيه الملعب. لكن اثرت كثيرا على اللاعبين في الشوط الاول. هو الشوط الاول الثاني شاهدنا منتخب افضل بكثير، كان يمكن ان يسجل اهداف، لكن شاهدنا ان كثير من الكرات كانت تزعج المهاجمين. صحيح، لان اعتقد ان اعطينا بزياده من امكانيات فريق النيجيري، وفي الاخر في مجمل المباراه شفنا فريق نيجيري احترمنا كثيرا نيجيريا بالتاكيد، فليس ذاك الفريق القوي اللي كنا احنا نتوقع. اذا فاز علينا نيجيريا اليوم مش هو اللي فاز علينا، احنا اللي انهزمنا، لان الاهداف النيجيريه جاءت كلها من اخطاء، سواء الهدف الثاني سواء الهدف الثالث او سواء الهدف الثالث. اضافه لذلك عدم وجود الفعاليه، لان الفريق